كنتاكي. آه. تاني أكبر مطعم على مستوى العالم بعد ماكدونالدز، وأكبر مطعم فرايد تشيكن في العالم كله، بعدد فروع وصل لأكتر من 19,000 فرع في 123 دولة. القصة بدأت سنة 1930 ولسه مستمرة لحد النهاردة. احنا النهاردة بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن مطعم كنتاكي. كنتاكي بقاله فترة مش أحسن حاجة، وده راجع لأسباب كتير، أهمها هو عدم التزامهم بالستاندرد الخاص بالكولونيل هارلاند ساندرز، المؤسس الأساسي لكنتاكي نفسه. ده اللي احنا هنتكلم عنه قدام. بس احنا سؤالنا النهارده واللي جايين نتكلم عنه هو ليه كنتاكي بقى وحش؟ مبدئيا كده الكولونيل لو ما تعرفوش هو الراجل اللي بيكون على الشعار اللي موجود على العلب بتاع كنتاكي بشكل عام، هتلاقيه في كل مكان وفي أي مطعم موجود. طباخ عادي اسمه الكولونيل هارلاند ساندرز، كان بيحاول ان هو يطور في مجال الطبخ بشكل عام او مجال صناعة التشيكن بشكل خاص. ولكن اهمية الكولونيل مش بتكون ان هو المؤسس بس الخاص بكنتاكي، ولكنه الشخص اللي حط المعايير الخاصة بصناعة الفرايد تشيكن في العالم كله. وده اللي اداه ان هو كان حابب ان هو يسرع وقت الطبخ الخاص بيه في اسرع وقت ممكن، وعمل كده فعلا، وقرر ان هو في سنة 1952 ان هو يفتح اول شركة ليه خاصة عشان يبدأ يتوسع في المطعم الخاص بيه. وكان من اهم المعايير اللي عند الكولونيل هي الجودة الاصلية، بحيث ان التشيكن لازم من اول ما تبدأ تسويتها لحد ما توصل للعميل تفضل بنفس الجودة، طبعا جودتها ما تقلش، تفضل سخنة وبكل المميزات الخاصة بيها. وده فعلا اللي كان بيتطبق في كنتاكي على مر السنين، واللي عمل الاسم الخاص بيه، واللي فعلا كان مستمر لحد كام سنة قريبة. ولكن مع انتشار المطاعم وانتشار الفروع الخاصة بكنتاكي بدأ المستوى يقل لسبب غير معروف بالمرة. وخلينا كده نتفق ان لحد كام سنة فاتوا كان في مصر مفيش حاجة اسمها فرايد تشيكن، هي كان اي تشيكن مقلية اسمها كنتاكي، حتى لو هتروح تشتريها من السوبر ماركت فانت هتشتري كنتاكي في السوبر ماركت. ولكن كما يقول الاسطورة ليونيل ميسي، الجسد لا يرحم، فكنتاكي ما بقاش زي الاول. وهبوط كنتاكي رجع لان كنتاكي ما بقاش يهتم باي معيار من معايير الجودة الخاصة بالكولونيل. فهل الكولونيل مثلا هو شخص مش مهتم بالمعايير دي عشان يحطها في الاساس، او هل مهتم مثلا بالفلوس فلما المطاعم كترت ما بقاش مهتم بالاشياء دي كلها؟ لا، هو الموضوع بدا بان الكولونيل جه عليه وقت قرر ان هو يبيع كل حقوق ملكيه كنتاكي لمجموعه شباب او مجموعه مستثمرين، بحيث ان هم يطوروا السلسله نفسها ويكبروا اسم كنتاكي. وده اللي حصل في البدايه، بس بعد فتره بدأ الموضوع ده يتغير. مفهوم كلمة فرانشايز هو إنك عندك مكان بسيط جدا بتكلم المطعم المشهور أو بتكلم مكان معين بتقول له إن أنا محتاج أفتح لكم فرع يكون تحت إدارتي، وأنتوا ليكم نسبة وهشتغل بالمنيو الخاص بيكم، وكل الأكل اللي أنتوا بتقدموه هيتقدم طبعا عندي وبالمسمى الخاص بيكم. وده فعلا اللي بيحصل في كل الفرانشايز، سواء كنتاكي، ماكدونالدز، أي مطعم آخر بيعمل كده. بس على سبيل المثال مثلا لو هناخد كنتاكي فهناخد ماكدونالدز على سبيل المثال نفس النوع. ماكدونالدز فرانشايز كتير جدا وفي كل مكان بيتم الالتزام بكل المعايير بشكل كامل، مفيش اختلافات كتيره ما بين كل مطاعم ماكدونالدز، يمكن بس حاجات بسيطه، ولكن ستاندر واحد، سندوتشات ناجحه في كل الاماكن. ولكن كنتاكي اختلف كتير، لان لو مثلا هتروح مطعم كنتاكي في مدينه نصر غير اللي هتروحه في التجمع. وخليني اقول لك ان سر كنتاكي او سر خلطه كنتاكي لحد فتره قريبه كان في نفس مستوى خطوره سر سلطع برجر. مبدئيا كده مطعم كنتاكي او اي مطعم عموما انت بتبقى داخل اولا بتدور على اكل كويس بسعر او بقيمه سعريه كويسه جدا، ومعامله على الاقل انسانيه محترمه، مفيش فيها اي مشكله. مبدئيا كده مبدا المعامله ده هنخليه على جنب، لان ده بيختلف من شخص لشخص، مع انه المفروض ان هو بيكون ثابت في كل الفروع، لانك بتمثل براند اسمه كنتاكي او بتكون شغال تحت شعار اسمه كنتاكي. اما الخلطه الخاصه بالتشيكن او الاكل بشكل عام ده لازم يكون ثابت في كل الاماكن اللي انت بتروحها واللي انت بتبقى طالب فيها انك تاكل. انت بتدفع فلوس عشان تاكل اكل كويس على الاقل او ما يضركش. بس في الكام سنه الاخيره اللي احنا لاحظنا فيها كنتاكي بدات تطلع اشاعات ان التشيكن الخاصه بكنتاكي بيكون فيها الوان غريبه، واللي التشيكن ما بقتش بنفس الجوده الخاصه بيها من زمان. الفرانشايز بيكون هدفه الاساسي ان هو يعمل مبيعات كبيره على حساب المنتج الاصلي، اللي هو في الاساس هو راجل عايز ربح، وهو ده مبرر بصراحه بالنسبه له.
انا ما عنديش معاه مشكله، ولكنه بيأثر على المنتج الاساسي اللي احنا بنستخدمه. وده اللي خلى اكتر مطاعم كنتاكي تختلف في المستوى، من مطعم عالي جدا لمطعم متوسط لمطعم مستواه رديء جدا لا يليق اصلا ان هو يكون تحت مسمى كنتاكي. خليني اقول لك ان بحكم شغلي في مجال المطاعم فانا فاهم الحته اللي الكلام كله جاي منها، الحته اللي الناس بتتكلم فيها فعلا وبتنتقد المطعم بشكل عام. يعني انا مثلا كعميل انا داخل المطعم فانا طالب، يعني انا مش طالب كتير، انا طالب هو اقعد اكل السلام عليكم وهو امشي، بس عايز الاكل اللي اكله ده يكون حلو جدا ومناسب على الاقل ليا. يعني انا مش داخل طالب جمل، هو اتنين تشيكن فاهم وشويه بطاطس والسلام عليكم ماشي. بس النقطه ان هنا حتى المطعم مش بيقدم لك اقل المتوقع، يعني اقل من المتوقع هو مش بيقدمه، هو بيقدم شيء رديء جدا، وده اللي احنا مش متعودين عليه، ده اللي احنا مش حابين ان هو يفضل موجود في مطعم كبير زي كنتاكي. يمكن اي مطعم تاني ممكن نتغاضى للموضوع ده، على طبعا ماكدونالدز لانه في نفس مكان كنتاكي بالنسبه لنا، هو حاجات اتربينا عليها من واحنا صغيرين وتربينا على انها ثوابت موجوده وهتفضل مستمره دايما. بس لما كبرنا ما لقيناش الكلام ده موجود، وعشان كده ظهر هنا دور الكولونيل. الكولونيل بعد فترة من افتتاحه سلسلة المطاعم وانتشارها قرر ان هو يبيع سلسلة المطاعم دي عشان يتفرغ لحياته الشخصية، وسلسلة المطاعم كان شايف ان هي تقدر تكبر لوحدها من غير ما هو يكبرها، وده فعلا اللي حصل. ولكن بعد ظهور مشاكل الجودة اللي ظهرت، واللي كان الكولونيل وقت ما كان هو الملك الاساسي للمطاعم كان شخص حريص جدا على ان الجودة ما تقلش عن المستوى ابدا، قرر ان هو يرفع قضية على المطعم الاصلي الخاص بيه علشان يطالب ان يتم الالتزام بالمعايير الخاصة بالمطعم وعودة كنتاكي وعودة روح كنتاكي مرة تانية، لانه كان شايف ان الموضوع ده ما ينفعش يتم السكوت عليه، لان بعد فترة هيتم سقوط كنتاكي بشكل كامل. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي. انت اي دخولك لاي مطعم لكنتاكي انت ما بتبقاش مش بنفس الفرحة اللي بتبقى داخل فيها زي ما كنت داخل زمان. قبل كده خروج الكنتاكي دي كانت عبارة عن ان احنا رايحين رحلة لكنتاكي، احنا مش رايحين مطعم عادي. بس دلوقتي الموضوع اختلف، زائد ان اتفتح اكتر من مطعم في مصر والوطن العربي بل في العالم كله بتقدم فرايد تشيكن احسن من كنتاكي بكتير. زائد كمان ان نوعية الفرانشايز بتحول الفروع نفسها لاعداء، يعني الفرع ده بيكون عايز يعمل مبيعات اكتر من الفرع اللي جنبه مثلا علشان يثبت ان هو ليه احقية ان هو يفضل عنده الحقوق الخاصة بكنتاكي وبيمثل المطعم بشكل كويس. بس ده بيجي على السمعة نفسها بشكل كامل لكنتاكي وعن الاداء العام للمطعم بشكل كبير. بس فالموضوع مبقاش مهم جدا للمطعم بشكل عام، بس هو مهم بالنسبة لنا، احنا اتربينا على سمعة كنتاكي، يمكن ما تربناش جوه كنتاكي نفسها لان ما كناش بناكل كل يوم منها، ولكن احنا عارفين ان في مطعم كبير اسمه كنتاكي وهيجي يوم وهيرجع زي ما كان. وبس يا سيدي كده تكون الحلقة خلصت. لو عجبتك دوس لايك وكومنت وشير بقى وفاهم وروق على الحلقة كده، وبتعالى الفيديو الجاي عشان نتكلم عن الغرفة 207. سلام.